السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفة طبيعية، معطر للجو طبيعي. هعمله معاكم من معايا هنا قشر الليمون، ومعايا هنا عودين من القرفة الخشب، وشوية قرنفل، وكمان معايا قشر البرتقال. بصوا كل المكونات دي ان شاء الله هعملها معاكم معطر للجو. طبعا المعطر ده بنستخدمه بعد قلية السمك او بعد شوي السمك، بيكون في زفارة في البيت، فالمعطر ده هيكون حلو جدا لما ترشيه بعد اي سمك في البيت، وهيدي انتعاش كده حلو. والوصفة دي طبيعية، حلاوتها ان هي طبيعية، ما بتضرش طبعا الانسان، خاصة الناس اللي هي بتعاني من حساسية على الصدر زي كده. فالوصفة دي طبيعية وحلوة جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى حلة احط فيها كل المكونات دي. احط اول حاجة البرتقال، قشر البرتقال، واحط كمان عيدان القرفة والقرنفل، واحط كمان قشر الليمون. بعد ما حطيت كل المكونات في الحلة، هجيب بقى مية مغلية وهنقعهم فيها كده لمدة 12 ساعة. احط المية كده المغلية عليه، وهنقع كل المكونات دي، قشر البرتقال مع قشر الليمون مع القرفة الخشب مع القرنفل، كل دول كده هنقعهم لمدة 12 ساعة. هجيب بقى الغطا كده واغطي الحلة لمدة 12 ساعة. تمام كده. بعد مرور 12 ساعة هنصفي بقى كل المكونات دي بالمصفى كده. زي كده. هنا بقى عندي ايه، علبة فارغة بتاعت معطر للجو قبل كده يعني، فهعبي بقى فيها ايه مكونات. ممكن تجيبي قمع يعني وتعبيه بيها، ما عندكيش قمع ممكن بقى ايه بالكوبايه كده وتعبي. عبيت السائل بقى هنا في الازازه ديت، وبصوا بقى بجد الريحه بتاعته تحفه، وريحه طبيعيه مفيهاش اي مواد كيماويه خالص. جربوها، الوصفه دي هتعجبكم جدا.